تحليل تصريح إمام عاشور بعد الماتش. الحمد لله انا مبسوط جدا النهارده، الحمد لله. بشكر اللعيبه الرجاله دي وبشكر الجمهور العظيم ده والجهاز الفني طبعا، والحمد لله. يعني انا اتعودت من ساعه ما جيت النادي الاهلي راح بطوله هيجي قدامها 10. عادي لحد كده وعادي. انت بقالك 6 شهور في الاهلي، لعبت في 4 بطولات مختلفة، خدت منهم بطولة اللي هي السوبر، واخدت ميدالية برونزية اللي هي مركز 3 عالم، اخدت كمان مان اوف ذا ماتش في كاس العالم للأندية. طبعا الحاجات دي ما كنتش هتشوفها غير مع الاهلي. عادي. اللي بعده. عندي بس رساله للشماتين. مين يا حبيبي اللي بيشمتوا فيك؟ قول لنا كده مين اللي مضايقك. انا كده كده مش متابع والله، يعني انا مش متابع. يعني انت لو مش متابع كنت عرفت منين؟ قول يا عكروت انت بس قول. ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على الناس يعني. برافو يا امام، برافو يا حبيبي، عرفت سياسة الاهلي في وقت قليل. كويس انك عارف انك لا هتقدر تشتم في حد ولا كمان تعمل فيديوهات تغلط في حد زي ما كنت بتعمل في الاول. هنا في سيستم، حتى لو اللي قدامك غلط فيك. بس قولنا الاول مين اللي مضايقك؟ في واحد شخص كده اكيد انتوا عارفينه، هجاص. هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا واخد 3 كاس عالم. الهجاص هو مين الهجاص ده؟ من ضمنهم اول واحد هجاص. صحيح افتكرتك. هو انت كنت تايه عن بالي فين؟ بس خلينا الاول نشوف كابتن رضا قال ايه على امام عاشور علشان امام عاشور يزعل منه كده. انتوا عمالين تقولوا لي وتنفخوا في امام عاشور، ده عمل ده الشوط الاولاني ما فيش باص صح الا بتاع بيرس تاو بس. معلش بقى يا كابتن رضا، هو حضرتك ما شفتش امام عاشور اللي هو حضرتك بتقول عليه مش عارف يعمل باص صح وهو بياخد مان اوف ذا ماتش بعد ماتش اوراوا في كاس العالم للانديه؟ عطيه على فكره فرقه اوراوا دي بطل اسيا اللي طالعين بيها السما، وان اسيا جامده اخر حاجه. بلاش كاس العالم للانديه عشان بيجيب لكم كرشه نفس. طب ما شفتش السبرنت اللي عمله في ماتش سيراميكا؟ موديست تروح الكرة تاني لإمام، واحد من نجوم اللقاء مع الأهلي وأكثرهم استلام للكرة. يضغط خطير جدا. هي إمام. لولا السبرنت اللي عمله والاصرار اللي عمله امام عاشور في الماتش ده ما كانش جه الجون، واللي هو جون المكسب. وبلاش حضرتك تتك قوي يعني على طريقه اللعب. طب ما تورينا كده طريقه حضرتك في التدريب كانت عامله ازاي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كابتن رضا ما تبقاش زي ناس كتير بتهدم في الحاجه الكويسه وبتعمل انجاز. وما بقولش برضو نقله في شخص معين، ما نديش الامور اكبر من حجمها ولا نكبر من الشخص قوي ولا نتفه من اللي بيعمله. وده اخر الكلام. سلام.